افضل 10 افلام اجنبي في 2018، ونروح للمركز العاشر. فيلم ديدبول الجزء الثاني. بيرجع البطل الخارق ديدبول من جديد في مهمة حماية عيل صغير عنده قدرات خارقة، فبيجمع فريق من الأبطال الخارقين عشان خاطر يساعدوه في المهمة. من أكتر الأفلام الأجنبية الممتعة جدا صراحة، ويمكن أكتر فيلم سوبر هيرو ممتع. الريتم فيه كان جميل جدا، والقصة اللي اتقدمت كويسة، ومن أكتر الأفلام السوبر هيرو الكوميدية. أنا غالبا بحس إن الفيلم ده بيبقى فيلم كوميدي مش فيلم أكشن أو فيلم سوبر هيرو. فيلم جميل جدا صراحة، وممتع ومسلي جدا ويستاهل المشاهدة. ونروح للمركز التاسع. فيلم الراهبة. بتدور الأحداث في ظروف غامضة، وبتنتحر الراهبة بدون سبب وبدون أي تفسير، فبيتجه كاهن هو واحدة من مساعديه لهناك عشان خاطر يعرف إيه اللي حصل، وبيكتشف زر مسلم وبيلاقي نفسه في مواجهة راهبة شيطانية. من أفلام الرعب اللي كانت جميلة جدا صراحة. على مستوى الرعب كان كويس جدا، بس بالنسبة لي أكتر شيء كان ممتع كان التصوير والكادرات، لأن غالبا الفيلم كان بيحكي عن أحداث سنة 52، وده خلى فيه كمية كادرات جميلة جدا. أنا عامة بحب أي فيلم أو أي عمل بيتكلم عن حقبة زمنية قديمة، بتطلع كمية كادرات تصوير بيبقى إبداع صراحة. فحقيقي هو فيلم رعب كويس جدا بتصوير حلو وقصة كويسة بتقدم بشكل حلو ويستاهل المشاهدة. ونروح للمركز الثامن. فيلم فينوم. وتدور أحداث الفيلم حول شخصية فينوم، الشخصية المعقدة والغريبة والشريرة والعدو اللدود لسبايدر مان، وبيحكي عنه أيام ما كان شخص عادي لحد ما استحوذ عليه كائن فضائي واداله قدرات خارقة. من الأفلام اللي كانت جميلة جدا صراحة، واللي كان التمثيل فيها حلو جدا، بالأخص من توم هاردي، كان عامل الدور بطريقة حلوة. وعامة الأفلام بتاعت مارفل معروفة بالكوميديا، فهو فيلم سوبر هيرو لا يخلو من الكوميديا، بالعكس الكوميديا فيه كويسة جدا وكتيرة كمان. فيلم حلو جدا وقصته كويسة واتقدمت بشكل حلو جدا، ببساطة يستاهل المشاهدة ويستحق المعتمد عن جدارة. ونروح للمركز السابع. فيلم سبايدر مان عالم العنكبوت. بيتناول الفيلم قصة حياة المراهق مايلز، ذكرت الفيلم الإمكانيات والقدرات في عالم العنكبوت، واللي فيه أي شخص بيقدر يلبس قناع بيعمل اللي هو عايزه، سواء كان خير أو كان شر. جميل جدا صراحة وممتع، بالذات في القصة اتقدمت بشكل حلو جدا ومؤثر. فيلم حلو جدا ويستاهل المشاهدة، ومن أكتر الأفلام الممتعة، ومن أفضل الأفلام اللي اتكلمت عن شخصية سبايدر مان، اللي هو ببساطة لو هحط 5 أفلام أو 4 أفلام كانت جميلة جدا واستمتعت بيهم كلمت عن سبايدر مان، ده هنكون من ضمنهم، واحتمال ياخد مركز كويس جدا. حقيقي فعلا هو يستاهل المشاهده ويستحق المرتبه دي. ونروح للمركز السادس. فيلم المهمة المستحيلة انحدار. الفيلم بيدور حول مهمة بيقوم بيها فريق المهمات المستحيلة، واللي بيسابقوا فيها الزمن عشان خاطر يحاولوا يوقفوا استخدام 3 رؤوس نووية. التصوير والأداء التمثيلي بتاع توم كروز هو كويس جدا صراحة، وبالأخص في الأفلام الأكشن بيبقى جميل جدا. فيلم كأكشن كان حلو جدا، كتصوير كان جميل جدا، وكريتم كان موفق، وفي نفس الوقت قدم قصة كويسة. فهو فيلم حلو جدا وممتع ويستاهل المشاهدة ويستحق المرتبة دي. ونروح للمركز الخامس. فيلم أستار بورن أو مولد نجمة، واللي بيحكي على نجم موسيقي على حافة الانحدار بسبب إن شعبيته عمالة كل شوية تقل ومش عارف يحافظ على نجوميته، واللي بيلاقي بنت وبتقع ما بينهم علاقة عاطفية، وبيكتشف إن صوتها جميل جدا فبيطلعها للنور وللنجومية، وبتنجح هي جدا، وهو بيحاول يحافظ على نجوميته لكنه مش بيعرف. من أفضل الأفلام الرومانسية في الفترة الأخيرة، إن لم يكن أفضل فيلم رومانسي شفته في آخر 5 6 سنين. فيلم جميل جدا، والأداء التمثيلي كان حلو جدا، بالأخص من ليدي غاغا كانت عاملة الدور بطريقة حلوة جدا. فحقيقي هو فيلم حلو وفيلم رومانسي جميل جدا وممتع ويستحق المرتبة دي عن جدارة. فيلم جرين بوك أو كتاب أخضر، اللي قصته بتدور عن حارس إيطالي أمريكي بيتم استئجاره سنة 1962 عشان يشتغل سواق عند واحد من أرقى عازفي الموسيقى في العالم، وبياخده في رحلة بين معالم جنوب أمريكا، ومن خلال الرحلة دي كل واحد فيهم بيشوف حاجات كتير ما كانش شايفها في حياة الشخص التاني. من أفضل الأفلام الأجنبية نسى الفترة الأخيرة، ومن أفضل الأفلام اللي اتقدمت وكان ليها معنى. فيلم حلو جدا ومؤثر، واللي شايف إن هو عامة كان مظلوم إعلاميا شوية. فحقيقي فعلا هو فيلم حلو، الترشيح بتاعه للأوسكار كان يستحقه عن جدارة. فيلم جميل جدا وممتع، القصة اللي قدمها كانت حلوة جدا، والأداء التمثيلي من الاتنين الأبطال كان جميل جدا. فيلم ممتع ومسلي ويستاهل تتفرج عليه، بيقدم معنى وبيقدم متعة. فيلم جميل ويستحق المرتبة دي عن جدارة. هنروح للمركز الثالث. فيلم بلاك بانثر أو النمر الأسود، قصة الملك تشارا حاكم واكاندا الأفريقية، واللي بيتوجب عليه الدفاع عن أرض واكاندا من الأعداء في داخل واكاندا وخارج واكاندا. أولا الفيلم اترشح للأوسكار، فأنت راجع تتخيل عظمة الفيلم. فيلم جميل جدا صراحة وممتع، واللي بالنسبة لي من أفضل الأفلام اللي شفتها في السنة دي بدون نقاش. فيلم عظيم جدا ويستحق الترشيح للأوسكار صراحة. قدم فيلم بقصة كويسة جدا، بتصوير حلو قوي، بعدها تمثيل من أغلب الممثلين كان جميل جدا. الريتم بتاعه جميل جدا، والنهاية بتاعته حلوة، والبداية بتاعته كانت موفقة جدا. فحقيقي فعلا هو فيلم حلو جدا وممتع، ومن أكتر الأفلام اللي استمتعت بيها في آخر كام سنة. ونروح للمركز الثاني.
فيلم أكوايت بليز أو مكان هادي، بتدور الأحداث في مزرعة هادية بتتعرض فيها أسرة للرعب، وبيكتشف إن هم لازم يقضوا بقية حياتهم في صمت تام، لأن أدنى صوت بيحصل بيجذب الكائنات المرعبة اللي موجودة في الكوكب. من أفضل الأفلام اللي اتقدمت الفكرة دي بطريقة جميلة جدا صراحة، ومن أفضل أفلام الرعب اللي اتفرجت عليها الفترة الأخيرة. فيلم كان حلو جدا على مستوى التوتر، على مستوى الإثارة، على مستوى الفكرة كانت مقدمة بشكل جميل جدا. غالبا يمكن أول ساعة في الفيلم ولا أول فترة في الفيلم هي ما فيهاش صوت أصلا، بس جميله جدا وممتعه. فيلم قدم الفكره بطريقه حلوه جدا، حتى الجزء الثاني برضه اللي اتعمل بعدها بكام سنه كان حلو جدا، ما يتقارنش بالجزء الاول، بس الفيلمين عظماء جدا. فحقيقي هو واحد من احد الافلام الرعب اللي شفتها في حياتي. ونروح للمركز الاول، فيلم العظيم وعظمه مارفل، واللي بالنسبه لي اتقل فيلم في تاريخ مارفل لغايه دلوقتي، واللي كان يستحق الترشيح للاوسكار على فيلم بلاك بانثر في 2018. فيلم افنجرز انفينيتي وور او المنتقمون الحرب الازليه، واللي قصته بتدور حول ظهور شخصيه ثانوس اللي بينشر الرعب في المجرات، وبيحاول يجمع الاحجار السته عشان يحصل على اعلى قوه ممكنه، واللي فيها قوه لا نهائيه. ده بيخلي المنتقمون قدامهم معركه فاصله بيتوقف فيها مصير الارض. افضل فيلم بالنسبه لي لمارفل مش من فراغ، فيلم عظيم جدا على مستوى القصه اللي اتقدمت حلو جدا، على مستوى الشخصيات مكتوبه بشكل حلو جدا، على مستوى الاكشن، على مستوى التصوير. حتى الفيلم كان جميل جدا رغم الفيلم مش قليل، فيلم ساعتين فيلم جميل جدا صراحة وممتع، بالذات في آخر نص ساعة. متعة فعلا على الأقل بصرية، متعة جميلة جدا. من أفضل أفلام السوبر هيرو شفتها في حياتي إن لم يكن أفضلهم أصلا. حقيقي فعلا هو يمكن عملنا قائمة أفضل 3 4 أفلام في آخر 10 سنين ممكن يكون موجود فيهم. فيلم عظيم جدا ويستاهل المرتبة دي عن جدارة. وبس كده، لا على وجه حاجة، متابعة وسلام.